السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد التعاقد مع صفقة الدون كريستيانو رونالدو كانت مفاجأة وصدمة لكل المتابعين، لكن بالنسبة لي تحديد ما كانتش مفاجأة، لأن أنا كنت أعلنت من أكثر من شهر ونص إن فعلا نادي النصر بيحاول إن هو يصفر بصفقة كريستيانو رونالدو. مش هنتكلم عن السن، لكن قيمة كريستيانو رونالدو تبقى فيه، وهيكون فعلا زيادة في دوري روشن. مستويات حتى المتابعين، حتى اهتمامات العالم الآخر هيهتم بدوري روشن، يتابع النجم المحبوب العالمي. طيب، هل ميسي قريب من الهلال؟ هل فهد بن نافل بيفاوض فعلا اللاعب؟ هقول لكم برضو للمرة التانية، ونظرا ان كان حصل مصداقية في الخبر اللي فات، فتأكدوا اللي انا بقوله لكم ده فعلا صحيح. هنرجع لورا شوية قبل ما نتكلم عن هل ميسي هيقرب من الهلال ولا لأ. من موسمين بالتحديد كان فهد بن نافل بيحاول ان هو يوقع مع اللاعب سواريز، والكل قال مستحيل ان ده يحصل، لكن فعلا كان فيه مفاوضات، لكن اللاعب رفض. طيب، هل كريستيانو رونالدو كان قريب من الهلال؟ ايوه كان قريب من الهلال، لكن ما كانش بضخامة المبلغ اللي كان مقدم من إدارة مسلي معمر وقتها. هل ميسي ممكن يحصل الهلال لتوقيعه؟ اه. طب القيمة قد ايه؟ 350 مليون يورو، يعني حوالي اكتر من 150 مليون يورو على التعاقد مع كريستيانو رونالدو. فهد بن نافل بيحاول فعلا جديا يجيب كريستيانو رونالدو وخصمه اللدود ميسي عشان كريستيانو رونالدو يبقى دوري مشتعل. هنتابع التفاصيل، لكن فعلا يا جماعه صدقوا فعلا الخبر ده. فهد بن نافل بيحاول يشتغل يجيب صفقه لاعب عالمي، وبيحاول ان هو يخلص مع لاعب باريس سان جيرمان اللي ممكن ينهي عقده وينتقل للدوري، لان دلوقتي انتقالات شتويه متاحه لكل الانديه. هنتابع ده في الايام القادمه. لو الحلقه دي عجبتكم ما تنساش تنزل تحت تشترك في القناه. كان معكم شريف نزيه، سلام.